السلام عليكم بنات، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. وحشتوني كالعادة، واشكركم على دعمكم المستمر لي، ودائما اقول ربي لا يحرمني منكم لانكم انتم مصدر سعادتي. فيديو اليوم حيكون، اتمنى ما يكون طويل، بس هذا الفيديو يعني حسيت انه من زمان انا لازم اسوي لكم، بس كنت احتاج اراء الاطباء واجربه اول شيء على نفسي، وبعدين اقول لكم ايش هي النتائج اللي استفدت منها. راح اقول لكم ايش هي الكريمات الاساسيه اللي لازم تكون عند كل بنت لانها تحل مشاكل البنات، ايش هي الادويه الاساسيه اللي ممكن تحتاجها البنت. فاتمنى ان شاء الله ما يكون الفيديو طويل ويكون خفيف عليكم، وخلونا نبدأ. أكيد كلكم يا بنات سمعتوا عن الخلطة الثلاثية للتفتيح، اللي هي تفتيح وتقشير وحساسية. في تعليمات مرة مهمة أحب أقولها لك قبل ما تجربي هذه الخلطة. أول نصيحة، ما ينفع أنك تستخدمي هذه الخلطة لفترة طويلة أو تستخدميها بشكل يومي. الاستخدام الصحيح لها أنك تستخدميها 3 مرات في الأسبوع لمدة شهر، يوم إيوة ويوم لا. بعد كذا بعد الشهر تستخدمينها 2 مرات في الأسبوع. لازم تحطين الكريمات هذه أو الخلطة على وجهك في الليل. ممنوع تحطيها بالنهار، أو حتى ممنوع تتعرضي للضوء، حتى لو ضوء الشمس أو ضوء البيت. في النهار لازم تستخدمي واقي شمس. واقي الشمس كل 3 ساعات لازم ترجعي تحطيه، حتى لو كنتي موجودة بالبيت لازم واقي شمس. الترطيب مرة مهم، لأنه هذه الخلطة بتشيل الكلف والتصبغات والنمش، وبتزيل كمان حب الشباب. فلازم راح تصير عندك زي التشققات، فحتى انه جلدك يتقشر ويتشقق شوية، فلازم حتى ممكن يحمر معاكي. فحتى تتخلصي من هذه المشاكل وتتجنبي هذه المشكلة ويكون يعني تكون آثارها أقل، لازم تهتمي بموضوع الترطيب وتستخدمي واقي للشمس. الخلطة مكونة من 3 كريمات. في الأول راح تشوفوا عندنا الأفوكين والهاي كوين، هذول كلهم كريمات للتفتيح. تقدري تستخدمي واحد منهم. في البداية استخدمي 2%، يعني الشهر الأول استخدمي 2%، بعد كذا استخدمي 4%، يعني ابدأي بنسبة أقل حتى بشرتك لا تحمر ولا تهيج ولا تكون نتائج عكسية للخلطة. بعد كذا تقدري تستخدمي 4%. ثاني مجموعة من الكريمات اللي هي الأكنيلين والأكريتين، هذول كلهم للتقشير والحب الشباب. طبعا أحب أكد إنه هذه الخلطة نتائجها جدا حلوة للناس اللي بتعاني من مشكلة حب الشباب. تقدري تختاري الأكريتين أو الأكنيلين. راعي في البداية انك تختاري نسبة مقشر يكون اقل، يعني اقل من انه يعني ممكن يحمر ويقشر لك البشرة ويهيج. دائما لما تروحي عند الصيدلي قولي له انه ايش هي النسبة، يعني في نسبة اقل من هذا المقشر حتى لا تحمر البشرة ولا تهيج معاكي. لو كان ما هو متوفر الا يعني نسبة أعلى، لا تستخدمي العبوة كاملة. يعني الأكريتين مثلا حطي نص العبوة، لا تحطيها كلها عشان نتفادى مشكلة الإحمرار والتقشير. بالنسبة للألفا كورت، هو كريم للحساسية. ما لقيتي ألفا كورت ممكن تلاقي الإليكا والإليكوم، كلها كريمات كويسة بالنسبة لمشكلة الحساسية. طبعا الطريقة انك تخلطي كل الخلطة مع بعض، كل الكريمات تحطيهم. ممكن تستخدمي عينة البول الله يعزك،
او اي علبه موجوده عندك في البيت تكون نظيفه. تحطي الكريمات، طبعا تحطي الافوكين او الهاي كوين كله، اكلينين واكريتين واحد منهم تحطي لازم نصه عشان لا تحمر البشره، والالفا كورت تحطيه كله، تخلطيهم مع بعض وتحطيهم بالثلاجه. لازم تحطيهم بالثلاجه، ما تحطيهم في الفريزر عشان لا يتجمدوا. وتحطيهم بالليل على بشرتك وراح تلاحظي انه في نتائج مرة كويسة، ونتائج جدا ملحوظة لو انت استخدمتيها حسب التعليمات اللي انا قلتها لك. الاسعار من 20 الى 30 كل واحد من هذه الكريمات، تتراوح اسعاره بين 20 وبين 30. طبعا احب انوه انه هذه الخلطة ما ينفع تستخدمها الحامل، ما ينفع تستخدميها على المنطقة الحساسة. تقدري تستخدميها للوجه لو كانت في عندك مفاصل يدك سمراء او يدك نوعا ما كانت سمراء، والركب والاكواع، ومفاصل اليد زي ما قلت لكم، والرقبة. لو كانت لون رقبتك سمراء تقدري تستخدمي هذه الخلطة، بس ممنوع تستخدمينها او تجربينها على الحامل او على الاطفال، ممنوع. بالنسبة للبديل عن الخلطة الثلاثية، هذا الكريم هو بديل عن الخلطة الثلاثية، يعني ما تقدر، يعني ما يحتاج انك تستخدمي مقشر وكريم تفتيح وكريم حساسية. هذا الكريم تريلوما يغنيكي عن الخلطة الثلاثية، يعني بعد فترة، بعد 3 شهور أو 4 شهور تقدري تستخدمي هذا الكريم بعد ما تكوني استخدمتي الخلطة. بالإضافة إنه هذا الكريم نفس التعليمات اللي تخص الخلطة الثلاثية تطبق عليه، غير إنه المرأة الحامل تقدر تستخدم هذا الكريم اللي هو مثبت علميا لعلاج الكلف والنمش وحب الشباب. سعره تقريبا ممكن 40 أو 30 ريال، موجود بكل الصيدليات وآمن طبيا، ما في أي داعي إنك تقلقي. يستخدم بس للوجه، ما أظن إنه يستخدم للركب والمفاصل اليد والأكواع، بس إنه يستخدم للوجه والرقبة. طبعا زي ما انتم عارفين معظم البنات بيتعرضوا لمشكلة إنه تفقد وزن كثير أو تكتسب وزن مرة كثير، فتطلع الستريتش ماركس، علامات تمدد الجلد. انتم عارفين إنه لو كانت لونها أحمر ممكن تنحل المشكلة وتتعالج، بس لو صار لونها أبيض صعب إنها تتعالج. حاليا الطب بالاجتهاد ممكن الليزر يحلها بنسبة 70%، بس ما في شيء يحلها مشكلة 100%. بالنسبة لجانب الكريمات وكذا، ممكن الدايفرين والشور كيور، هذول الكريمين تقدر تستخدمي واحد منهم انك تعالجي مشكلة الخطوط البيضاء او علامات تمدد الجلد، بس تستخدمينه بحذر. يعني تحطي على قد طرف اصبعك، يعني على قد عقلة الاصبع، ما تتجاوز يعني هذه الكمية. لا تسرفي في استخدامها لانه راح تحمر الجلد وتهيجه، فاستخدميها بكمية جدا بسيطة. طبقيه على المنطقة اللي فيها الستريتش ماركس. بالليل لازم ممنوع تتعرضي لأشعة الشمس أو الضوء. في النهار اغسلي المنطقة مرة كويس واستخدمي كريم مرطب، وإن شاء الله راح تخف النتائج، بس ما في شيء بنسبة 100%. بالنسبة لهذا الجل جدا مهم يا بنات يكون عندكم، لأنه مين فينا ما أحيانا تصيبها كدمات، يعني تيجي من الرضوض أو الصدمات، أو آلام في العمود الفقري زي عرق النساء، أو التهاب في الفقرات والغضاريف، أو الناس اللي بتعاني من مشكلة الدوالي. كمان بيساعد على إنه يحل مشكلة التورمات اللي تيجي بعد حقن العضل أو الوريد، أو بعد تركيب المحاليل الوريدية. تقدري تستخدمي هذا الجل إنك تحطيه على المنطقة، وتدلكي المنطقة بشكل خفيف 3 مرات في اليوم أو حسب الحاجة. راح تلاحظي من أسبوع إلى 14 يوم إنه الآثار اختفت. سعره والله ما أتذكر، بس ما أتوقع يزيد عن 40 ريال، موجود بمعظم الصيدليات. هذا الكريم ما أقدر أقول لكم أو أوصف لكم قد إيش هو مهم، ولازم كل بنت يكون عندها هذا الكريم.
ما أقدر أقول لكم إيش يحل وإيش ما يحل، بس كل شيء ممكن في بالكم عن آثار حبوب، جروح، عمليات جراحية، جدري، عنقز، علامات تمدد الجلد، بقع داكنة، كلف. هذا الكريم بيساعد على انه يتخلص من آثار كل الحبوب، حتى حب الشباب، علامات تمدد الجلد. سعره تقريبا 40 ريال، موجود بمعظم الصيدليات. لازم كل بنت تقتني هذا الكريم يكون عندها. مين فينا ما يستغني عن الميبو؟ الميبو مرة مهم في علاج الحروق واللي تجي عن طريق النار أو الحرق اللي بيصيب الجلد. الميبو هو حلها. هو عبارة عن عسل، في منه أحجام مختلفة. سعره يعتبر نوعا ما شوية غالي يعني، بس إنه ما يزيد عن 50 ريال. في منه أحجام مختلفة، بس لازم يكون موجود حتى بصيدلية الإسعافات الأولية اللي في كل بيت، لازم يكون موجود الميبو. للبنات اللي يعانون من مشكلة الرؤوس السوداء اللي تكون موجودة في الأنف، هذا الجل راح يقضي على هذه المشكلة كليا. بس كوني حذرة في استخدامه، يعني تحطي بس على طرف إصبعك، ما تحطي كمية كبيرة، وتبدأي توزعيه على كل أنفك. بالليل لازم ممنوع تتعرضي للضوء أو أشعة الشمس. في النهار تغسلي أنفك كويس، وتستخدمي كريم مرطب وواقي الشمس لازم منه. تحطينه مرة باليوم لمدة أسبوع، راح تلاحظي إنه الرؤوس السوداء اختفت، وكمان بدأت المنطقة الأنف تتقشر وكأنه قاعد يطلع جلد جديد. استخدمي هذا الكريم، عفوا هذا الجل، كل ما حسيتي إنه رجعت مشكلة الرؤوس السوداء. جدا فعال لهذه المشكلة. هذا الكريم لو عملتي ليزر أو حلاوة أو فتلة أو شمع لوجهك أو جسمك أو حتى المنطقة الحساسة، لا تستغني عن هذا الكريم، لأنه راح يحل لك المشكلة اللي الإحمرار، وطبيعة الجلد راح تكون متهيجة بعد عملية إزالة الشعر. فهذا الكريم راح يحل لك المشكلة ويخفف من الإحمرار. سعره يمكن تقريبا من 12 إلى 15 ريال، موجود بكل الصيدليات. أكيد لازم يكون عند كل بنت كريم مرطب. أنا أعتبر هذا الكريم المرطب هو جدا كويس للوجه وللجسم، بيعطيني نتائج حلوة وترطيبه كويس وعميق. كميته كبيرة، تقعد معايا شهرين، شهرين ونص. برطب يعني وجهي مرتين 3 مرات في اليوم. أما بالنسبة للجسم برطبه مرة واحدة بعد الاستحمام قبل ما أنام، يعني برطب كل جسمي مرة واحدة في اليوم. ما أقدر أقول لكم قديش واقي الشمس إنه مهم، وخصوصا في بلادنا العربية الحارة. كل 3 ساعات جددي واقي شمس، لا تاخذين أكثر من نسبة 50%، يعني 50 و30%. خليكي بهذه النسبة من التركيز واقي الشمس. للناس اللي عندها مشكلة في كانت بشرتهم حساسة أو جافة، أنصحكم تجربوا صابونة كيوفي، ما فيها أي مواد، صابونة طبيعية خفيفة على البشرة، مثبتة طبيا إنها تناسب الناس اللي يعانون من البشرة الحساسة أو الجافة. قطرة ترطيب العين مرة مهمة. كل 6 ساعات رطبي عينك، خصوصا الناس اللي يلبسوا عدسات ونظارات، حتى نتجنب مشكلة جفاف العين. لازم نرطب العين. أفضل قطرة ترطيب للعين بالنسبة لي اللي هي السستين، موجودة معظم الصيدليات، وسعرها تقريبا يمكن 20 ريال، وكويس لترطيب العين. أكيد كلكم عارفين يا بنات إنه الغسول المنطقة الحساسة مهم إنك تستخدمينه بطريقة صحيحة، يعني ما تهملينه ولا تستخدمينه بعد كل حمام. كافي إنك تستخدمينه مرتين في اليوم. لا تنسي فترة الدورة الشهرية تستخدمينه، لأنه
مهم في تنظيف المنطقة. صديق البنات في فترة البيريود اللي هو الفيكس، ويريحنا صراحة. يعني تقدري تحطيه على بطنك وعلى ظهرك، بيخفف من يرخي العضلات وبيخفف من الألم. فحاولي يكون عندك فيتامين سي، جدا مهم. فيتامين سي لنضارة البشرة وبيخفف من أعراض البرد وبيزيد من المناعة. فحاولي تستخدمي فيتامين سي من قرص إلى قرصين في اليوم، لا تزيدي عن كذا. فيتامين سي ممكن تلاقيه فوار أو حبوب، يعني زي المص. جدا كويس ومهم إنه يكون عندك فيتامين سي. المالتي فيتامينز كمان مهمة. أنا جربت ستريس تابس، ما بيزيد الوزن، آمن بالنسبة لي وبيساعدني إني أكتسب كل الفيتامينات، لأنه إحنا ما بناكل كثير فواكه وخضروات، فالمالتي فيتامينز لازم يكون موجود. مسكن السحري بالنسبة لي، بستخدمه عند آلام البيريد، عند ألم الأسنان أو الصداع، أو لما أحس إنه أنا ماني قادرة أو في شيء بيألمني، على طول بلتجئ لهذا المسكن اللي هو قابل للذوبان. سعره ممكن 20 ريال، موجود بكل الصيدليات وفعال وسريع. بس يا حبايبي، هذا هو كان فيديو اليوم. أعتذر لأنه الفيديو طويل، بس لأنه حبيت أفيدكم بأكبر عدد ممكن من الكريمات اللي تحتاجونها. أتمنى يا رب يكون الفيديو نال على إعجابكم. لا تحرموني من اللايكات والتعليقات، ولا تنسوا الاشتراك بقناتي حتى توصلكم أول بأول فيديوهاتي وما تضيع منكم القناة. ومن هنا إن شاء الله الفيديو جاي أشوفكم على خير، وانتبهوا على نفسكم، وأحبكم مرة كثير. مع السلامة.